السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة الشيف عماد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة على سوب. غادي نحضرها لكم بواحد الطريقة رائعة، والأهم من هادشي أنها صحية. استعملت فيها اليوم الشوفان مع الخضر، كتجي رائعة. كنقترحها عليكم إن شاء الله تحضروها في شهر رمضان، أكيد غادي تنال الإعجاب ديالكم. جربوها، ونبداو على بركة الله في تحضير هاد الوصفة. كتجي رائعة. كاقتراح أننا نبدلو شوية من الحريرة، نستعملو هاد الشوربة أو السوب، فهي صحية. في المقادير مشاهدينا غادي نحتاج 2 حبات ديال البصلة، 3 حبات ديال الجزر، وعندي هنايا 3 حبات كبار ديال بطاطا حلوة. بطاطا حلوة غنية بالفوائد لصحة جسم الإنسان، ننصحكم أنكم تناولوها. أيضا عندي هنايا القرعة الحمراء، واستعملت هنا الشوفان، تقريبا واحد 100 غرام ديال الشوفان. صافي مشاهدينا، هادو هما المقادير ديال هاد السوبة. وعندي هنايا 3 القطع من الجبن. ونبداو على بركة الله بتحضير هاد الشوربة. أول حاجة غادي نشدو الخضر، نحاولو نقطعوها كما قطعتوها. من الأحسن تقطعو طريفات يكونو صغار. أنا استعملت البصلة حريف، فهي الموسم ديالها دابا موجودة. ممكن نستعملو البصلة العادية. وغادي نقطع الجزر. فهنا علاش استعملت هاد الأنواع من الخضر. إلا خلطنا الجزر مع بطاطا حلوة مع القرعة الحمراء كيعطيونا واحد المذاق رائع. ولا زدنا عليه الشوفان كنحصلو على واحد الشوربة أو سوب اللي هي رائعة في المذاق. نتمنى تخليو ليا التعليقات ديالكم على هاد الشوربة. صافي غادي نشدو واحد الطنجرة، غادي نوضعوها فوق النار حتى تسخن، وغادي نضيفو شوية من زيت الزيتون، تقريبا واحد 2 ملاعق كبار. غادي نضيف عليهم معلقة ديال الزبدة، ومباشرة مشاهدينا غادي نبدا نضيف في البصلة. هي الأولى تشحر واحد شوية، ضروري هاد العملية أننا نشحرو البصلة، فهي اللي كتعطينا المذاق زوين للسوبة. صافي غير تشحر واحد شوية، ونبدا نضيف عليها في باقي الخضر دفعة واحدة. غادي نضيف الجزر، فالمذاق ديال الجزر مع بطاطا حلوة والقرعة الحمراء كلهم حلوين، كيتماشاو بزاف في هاد الشوربة. وغادي نبقى تنشحر مزيان، وغادي نضيف بطاطا. بالمناسبة شهر رمضان على الأبواب، غادي نبقى نقدم لكم واحد الوصفات ديال هاد الشهر المبارك. نتمنى والله أنهم يعجبوكم، والأهم هادشي خصهم يكونوا وصفات صحيين. هنا غادي نضيف الشوفان، ومن هنا نبدلو من الوصفات التقليدية المعروفة، فهذه كتجي رائعة وصحية. غير جربوها. وغادي نضيف شوية ديال الملحة، تقريبا واحد الملعقة صغيرة، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار. غير الملحة مع الفلفل الأسود بركة، ما تزيدوش شي توابل أخرى يقدروا يخسروا لكم المذاق ديال الشوربة. نخليوها غير واحد شوية، ومن بعد نضيفو عليها الماء. هنا مشاهدينا الماء ما تكتروش بزاف، غادي نوريكم القياس ديال الماء، لأن إلا كترنا الماء ما كتجيناش لا سوب المذاق ديالها زوين. غير نغطيو الخضرة بواحد شوية صافي، وباقي الخضرة غادي تطلق الماء ديالها. غادي نغطيوها مشاهدينا ونخليوها حتى طيب. نقلبو الخضرة ونشوفو أنها واش طابت. صافي نطفيو عليها، هي دابا راه طابت.
غادي نطفي عليها، غادي نضيف عليها الجبن، فهو كيعطينا واحد المذاق زوين. كيبقى اختياري مشاهدينا، كاين اللي كيضيف الحليب، انا غادي نكتفي غير بالجبن. صافي غادي نطحنوها مشاهدينا في الخلاط الكهربائي. انا استعملت هذا الخلاط هذا. نحاولوا نخليوها طحن مزيان مشاهدينا حتى يطحن لنا الخضر مزيان مع الشوفان، باش تجينا واحد السوب لذيذة ان شاء الله. صافي دابا راه طحنات مزيان، غنوريكم الشكل ديالها كتيجي، كتجي خاطرة ولذيذة بزاف. اكيد غادي تعجب الوليدات ديالكم. صافي مشاهدينا، كما كتشوفوا فهذه هي لا سوب او الشوربة اللي اقترحت عليكم اليوم باش تحضروها ان شاء الله في رمضان. ان شاء الله غادي تعجبكم، غير جربوها. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات ديالي ان شاء الله. وشكرا على المشاهدة، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.